كده صدر بانيه مرمي في التلاجة، فقلت له تعالى هعمل بيك حاجة كده جميلة جدا. ولادي لا عايزينه ياكلوا مقلي ولا مشوي ولا اي حاجة. قلت لهم انا هعمل لكم النهاردة بصدر البانيه ده أكلة كده نحلف ونتحالف بيها، أكلة كده لأول مرة هتشوفيها معايا. هنحط قطعة من الزبدة كده، ومعايا البانيه دوت أنا متبلاه زيه زي اكني هقليه، يعني اكني هعمله بانيه عادي. مش عايزه تعمليه كده، رش عليه شويه الملح والفلفل واعمليه ونزليه، اديله صدمه كده بانيه عادي خالص. كان عندي كده صدر فرخه قطعته كبانيه، وهعمله بطريقه حلوه قوي هتاكلي البيت كله وهيبقى تحفه بصدر البانيه. ايوه، وهعمل لهم بيه احلى صينيه بطاطس، حاجه كده فاخر من الاخر حقيقي. هننزل كده بقطع البانيه بقى اللي احنا متبلينها، وكنا حاطينها في الفريزر. يعني انا كنت شايلاه كده وكنت ناسياه يعني. فقلت له تعالى بقى، ده وقتك، محتارين بقى في الاكل ومش عارفين نعمل اكل اعملي الصينيه العظمه دي. حطينا كده قالب الزبدة ونزلنا نديها صدمة كده مع بعض. هنديها كده صدمة وخليها تبك ميتها خالص. نعلي النار علشان ما تنزلش معانا مية. عايزه اقولك ان الطريقه دي هتعرفي نتيجتها في اخر الفيديو. لايك وشير وسبسكرايب لقناه ام هيا علشان انزلك فيديوهات حلوه وقنوات وفيديوهات تعجبك. يلا بقى بينا وشجعيني كده علشان انزلك فيديوهات حلوه. لو مش مشتركه في القناه يا ست الكل اشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد. اكله دي جديده مش هتلاقيها على اليوتيوب كلها، دي كده من اختراعي. يعني بدل بقى ما زهقنا بقى من اللحمة والكلام ده، فقلت بقى هعمل لهم احلى صينية بطاطس بالبانيه. صينية بطاطس بالبانيه، ايوه. طب مش هتبقى حلوة؟ طب جربيها، هتعمليها ومش هتعملي صينية البطاطس باللحمة تاني ابدا. طريقة حلوة قوي وهتعجبك وهتعجب الولاد، ودايما الولاد بيفضلوا الفراخ عن اللحمة. تقدري تعمليها حتى لو زي ما انا بقولك كده، لو بصدر فرخة حتى هتعمليها مفيش اي مشكلة خالص. بعد ما خدت معانا كده بقى الصدمة، هن مقطعين طبعا البطاطس معانا، مقطعين بطاطس بقى طرنشات كده. بصي خلينا نروح ونعمل كل حاجة في اوانها، بلاش نحرق الفيديو جميل، الفيديو هيعجبك جدا جدا، فبلاش تروحي في اي حتة وكملي الفيديو. ويلا بقى شيري لاصحابك كده علشان يستفيدوا بالوصفة الجميلة السريعة اللي مش هتاخد منك وقت في الحر اللي احنا فيه ده. اهو زي ما انتم شايفين اهو بقلبه كده واديها تشويحة اكنها مشوية بالظبط. طريقة هتعجبك جدا جدا وسهلة وبسيطة وما فيهاش اي افتكاسات خالص. نزلنا بقى كده بثلاث بصلات كده، قطعت بصل كده قرمة، يعني بصل صغير خالص قطعته كده 3 بصلات، وعلى قد ما تقدري بقى بصل صغير كده يا ست الكل واعملي بيه. وقطعيه بقى جوانح، قطعيه قرمة، قطعيه زي ما انت عايزة. ونزلنا كمان بقى كان عندي طماطم صغيرة كده، فنزلت بالطماطم سليمة زي ما هي مقشرة. عايزة تعصريها عصريها، بس انا كان قصدي ان انا اعمل صينية بطاطس تكون خفيفة ولذيذة وما تتعبناش في الحر ده، لان بجد الحر مش عايز بقى خضار وطماطم والكلام ده كله. فعملتها بطريقة ما يحسوش ان انا عامله لهم طبيخ خالص. والبصل بيتشوح معايا مع الفراخ بالطماطم، بجد حاجة كده هتبهرك، حاجة عظمة بجد. فاعمليها كده وهتعجبك اوي. نزلت بقى بالبطاطس المكعبات، انا ما قطعتهاش طرنشات، قطعتها مكعبات. وانزلي برضو بيها وشوحي كل الخضار ده مع بعضه. الله الله على الجمال، بجد تحفة تحفة. يا ريت تجربيها هتعجبك جدا. وبأي كمية من الفراخ هتعمليها هتبقى جميلة جدا جدا. بصوا بطلع الفراخ فوق بقى ليه؟ علشان لما ادخلها الفرن تبقى تبقى معايا مشوية من الشواية، لان انا عندي البوتاجاز
فرن وشواية، فانا هفتح الفرن وهفتح الشواية. طيب انا ما عنديش شواية، ما عنديش ده لوحده وده لوحده، بنفتح الفرن الاول ربع ساعة وبعد كده بنفتح الشواية. بس قبل بقى ما نفتح الفرن والشواية، تعالي اقولك انا عملت ايه علشان يبقى عندي شوربة وانا ما عنديش شوربة. جبت كده ايه ميه سخنه وحطيت فيها مكعب مرقه وشويه ملح وفلفل، راحت مدياني احلى مرقه. اه والله العظيم. هنرش رشه ملح وفلفل بقى كده فوق الوش، عشان ما حطيناش اي ملح ولا اي فلفل. طبعا حطينا في الشوربه بس ايه حبيت ارشرش كده علشان ايه تظبط معايا. ظبطي ملحك يعني كده، وتخليها بقى ايه تاخد غلوتين 3 وتعالي نشوف هنعمل ايه. استني علشان هنعمل احلى مخللات سريعة، مخلل السريع جنب الاكلة الجميلة دي. بصوا عايزه اقول لكم ان انت مش هتاكلي حاجه تحرق صدرك او تقولي تقيله او الكلام ده خالص. صينيه خفيفه، حتى لو عندك عزومه او حاجه اعمليها بجد هتبقى حلوه. حاجه كمان جديده والولاد هيحبوها جدا جدا جدا. لا هنشوي بقى ولا نضيع الزيت ولا نعمل اي حاجه من الكلام ده كله. حتى لو عندك ربع بانيه هتعمليها بيها برضو هتبقى حلوه قوي قوي. اهو زي ما انتوا شايفين. حبيت بقى اغطيها كده بورق فويل علشان ايه ادخلها الفرن، و10 دقايق ربع ساعة بس تستوي معايا كده. وايه بس انا سبتها تاخد غلوتين كده بس على الايه على البوتاجاز، عقبال ما نعمل احلى رز بالشعرية. تعالوا نعمل الرز بالشعرية الجميل اللذيذ اللي مع الاكلة دي، بيبقى حاجة تحفة. انا نزلت كده بقى ايه بمكعب زبدة برضو، وهننزل بايه بالشعريه كده حسب الكميه اللي انت هتعمليها. لو هتعملي كوبايتين رز انزلي بكوبايه شعريه، لو هتعملي كوبايه رز يبقى انزلي بنص كوبايه شعريه. كل ما بتكتري الشعريه في الرز بيديها طعم كده وبيبقى حلو قوي. نزلت بمكعب زبده كمان عشان حسيت ان هي محتاجه ايه زبده معايا، فنزلت كده ايه بمكعب زبدة. يلا بقى يلا ايه فين اللايك الجميل عشان الاكلة الجميلة الجديدة اللذيذة الحصرية ديت عند ام هيا وبس. حمرنا الشعرية، هننزل بالرز ويلا بقى نعمل احلى رز مفلفل. فاديله تقليبتين 3 4 5 كده وايه قلبيه تقليبة حلوة وايه وانزلي بقى بالمية. كل الطريقة دي بتخلي لك الرز مفلفل كده ويطلع حلو قوي معاكي. ربنا يحسن ما بين ايديكم. يلا بقى شجعوني بجد علشان نقدر ننزل ايه انزل لكم فيديوهات كتير وايه. واللي جاي الجديد اللي جاي ده بقى ليه موضوع تاني خالص مفاجأة. فيلا بقى حطي لي ايه اشتركي في القناة، ويا ريت بقى لو انت كمان مشتركة في القناة ففعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ولما بيوصلكيش اشعار مني يا ريت تلغي الاشتراك وترجعي ترجعيه تاني فهيوصلك ان شاء الله. بصوا بقى كده انا خلاص حطيته في الفرن ووطيت على الرز. تعالوا بقى هنعمل شوية مخللات كده حاجة حلوة قوي. هنجيب كده بقى حلة معانا وحطينا فيها شوية ملح هتغلي معانا ونرجع تاني. اهو نزلت بقى ايه كده بليمون كده متقطعه. بص مقطعه ليمون كده مكعبات ونزلت بيه في الميه اهو. انا بوريه لكم اهوت. الليمون ده هيبقى معايا حلو قوي. عندي كده بقى ايه خيار وفلفل في التلاجة قطعتهم بالشكل ده ونزلت ايه بيهم اول ما المية غليت، وهطفى عليه واقول لها شكرا كده عشان ما يتهريش معايا، عشان انا بعمل مخللات سريعة. بصوا الصينية بعد ما طلعت الله 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 ايه الجمال والحلاوة دي. معقولة الشكل ده معقولة. طيب يا ترى الطعم عامل ازاي؟ يا ترى طعم الفراخ بالبطاطس عامله ازاي؟ اقسم بالله طعمها رهيب بجد. انا بحب صينيه البطاطس بالبانيه اكتر من البطاطس باللحمه. انا قلبتها بس كده عشان اديها وش كده ايه الوش التاني كده، والولاد لما ياكلوها ما يحسوش ان هي عامله زي المسلوقه، لا يحسوا ان هي ايه ان هم مبسوطين وهم بياكلوها. كان عندي بقى توم كده مفرزاه اللي هو التوم بتاع المخللات اللي عليه يعني هريسة شطة، فنزلت بمعلقة من دي ومعلقة من دي. وهنعمل بقى الخلطة الأحلى مخلل في الدنيا.
يلا يا ست الكل بقى، بالله عليكي حطي لي اللايك الجميل بتاعك علشان ايه يوصلك مني كل جديد، وانا كمان يعني اللايك ده هو اللي بيبسطني وبيشجعني ان انا انزل لكم فيديوهات كتير. حطينا كمان ايه معلقه صغيره كده من الكمون، وهنحط كمان الشطة بتاعتنا على حسب طبعا ما انت عايزة، ونعصر بقى ليمون ونحط الخل بتاعنا ونعمل دقة رهيبة. عملت لكم قبل كده برضو وانا عند ماما ساعة الوجبات، عملنا مخلل حلو قوي بطريقة حلوة. لو عايزينها برضو شوفوا الفيديو. اهو خلصنا كده، هنقلبها بقى على المخلل اللي احنا عملناه. بص صينية البطاطس طلعت معايا حاجة كده خطيرة خطيرة والله خطيرة، والطعم لذيذة والله لذيذة. الله على الطعم، الله على الجمال، الله على الحلاوة، الله الله الله. شوية المخللات دي مع شوية الأكل اللذيذ الرهيب دوت حاجة كده تحفة. بصوا ادي المخلل اهو عملناه واحنا واقفين، برضو لو انت عايزة مخللات سريعة اهو. بصوا خلصنا بقى كده، وهنغرف بقى احلى اكله. الله بجد الله. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب للاكله الجميله اللذيذه دي، وقولوا لي رايكم في الكومنتات. يا احلى اخوات في الدنيا، ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، ويجعلكم النعمه كده في حياتي ان شاء الله، اللهم امين. وبشكر اي اخت وصلت لحد هنا وحطت لي اللايك، وبشكر اي حد دخل عندي القناه جديد واشترك عندي في القناه، بجد ده شرف ليا كبير وعلى راسي من فوق. احلى واجمل اخوات في الدنيا، ربنا يبارك فيكم يا رب. بصوا الفراخ عامله ازاي، حاجه كده رهيبه رهيبه.